نقدم لكم طريقة بطاطس خفيفة وصحية ومفيدة جدا ومغذية جدا. بطاطس بالخلطة، نضيف الملح بطاطس وبعد كده نضيف الملح، خليها تتسلق نص سلقة. نجيب البطاطس نقورها من النص كده، نص تقويرة كده خفيفة يعني مش قوي. اللي هيطلع منها اللي هتتعمل عليه الخلطة وهتحشي بيها بعد كده تقويرة بسيطة بعد كده نقليهم في الزيت بعد ما نقورهم ونسلقهم نص سلقة. نحمرهم نشوحهم يعني. أكلة سهلة وبسيطة وصحية ومفيدة جدا. كده نجيب اللي طلعناه من البطاطس، نحط ملعقة توم، معلقة جبنة، أي جبنة عندك، ريدة، رودس، شيدر، دومتي، أي حاجة تديها طعم. نضيفيهم، نضيف عليهم مقدار من كده. بنضيف الفلفل الأخضر مع الجبنة والثومة والبطاطس اللي هرسناها دي. بعد كده شوية من الكزبرة الخضراء. بعد كده بنضيف شوية برضو من الطماطم، مش كتيرة بس الطماطم يعني كل ما يكون أخف كل ما يكون بتديها طعم، عشان لو كترناها بتاخد الطعم بتاع بعد كده نضيف التوابل، ملح، كزبرة، فلفل، شطة حمرا، بعد كده ليمونة نعصر عليها. بعد كده نقلبهم في بعضهم، ندخلهم جامد في بعضهم جامد خالص. بعد كده يكون بطاطسنا كده اتحمرت وجاهزة. كده نقلب البطاطس بعد ما نحمرها، نشوحها، ناخد تشويحة من الناحية التانية، مش شرط تحمر زي كده، تبقى تاخد تشويحة خفيفة كده. هنجيب الخلطة كده، ايه، هنقوم نحشي البطاطس زي كده بالخلطة كلها. حشيناها كده خلاص، خلصنا. لذيذة جدا للأطفال للكبار، جنب أي أكلة مفيدة جدا، جنب أي صنف، جنب أي حاجة مغذية جدا ومفيدة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن يكون عجبتكم الأكلة.